السلام عليكم خوتي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتمنى تكونوا بخير. اليوم كما وعدتكم، قلت لكم بلي راح نتكلم على المنتخب الوطني وعلى المباراة اللي راح تأهلنا بإذن الله للمونديال، مباراة الصومال في ملعب وهران. اليوم هذه المباراة بإذن الله ندعو رب العالمين أن تكون هي المؤهلة لمونديال أمريكا 2026 بعد غياب 12 سنة. ومن منا لا يذكر خيبة إيكامبي والكاميرون في المونديال السابق، حين كنا على شفاء التأهل إلى مونديال قطر وانتظرناه كثيرا. كانت عندنا تشكيلة جد قوية مع بالماضي، تشكيلة أخذنا بها كأس إفريقيا، وحققنا انتصارات متتالية، وحققنا سلسلة انتصارات لا بأس بها. وحتى مباراة الكاميرون كانت بين قوسين شبه سهلة، وكنا على قاب قوسين أن نفوز لولا تلك الخيبة التي جاءت بهدف إيكامبي، خيبة كبيرة إن شاء الله ننساوها. وإن شاء الله اليوم يكون التأهل، وإن شاء الله بيتكوفيتش يصحح الأخطاء تاعو. بين قوسين، ما راحش نقولوا أخطاء، ولكن نتمنى يصحح النقائص. ما لاحظنا التشكيلة، لاحظنا عدم الاعتماد على الشباب. حنا نحتاج الشباب من الآن فصاعدا. نتمنى يعطي فرصة أكبر للشباب، على الأقل يتأقلموا مع الأجواء، يحكموا بلاصتهم مع المنتخب. على الأقل حين نواجه منتخبات كبيرة راح نكونوا في المستوى بإذن الله. ما راحش نقولوا راح نربحوا البرازيل ولا إسبانيا ولكن على الأقل نظهروا بوجه مشرف. ولما لا نكونوا مركزين نصنعوا نتيجة. ما نكذبوش على رواحنا خوتي، فريق المنتخب الوطني حاليا ما راهش كما نقولوا ما راهش في الطوب. كاين فرق حتى افريقيا فرق خير مننا بزاف، حتى كاس افريقيا راح نعانيو. ما راحش تكون مأمورية سهلة في ظل الاعتماد على نفس لاعبين كبار خاطر ما نكذبوش على بعضنا. الناس لاعبين عطاو واش عندهم، مرت سنوات وسنوات، ولكن حان وقت التغيير. ما راحش نكذبوا على روحنا. نتكلموا قليلا على التغييرات اللي نتمناو من بيتكوفيتش يقوم بها. حراس المرمى اتفق الجميع على إعطاء فرصة للوكا زيدان. نعم، لما لا؟ حارس ممتاز. ما راحش نقولوا حارس سوبر، ما راحش نحطوه مع اوبلاك ولا مع كورتوا ولكنه يبقى حارس ممتاز. راح يلعب في دوري محترم، دوري الدرجة الثانية الإسباني، دوري محترم خوتي ما يكذبوش على بعضنا. مؤخرا كان أفضل حارس في الجولة. إن شاء الله يمكن يتأقلم مع المنتخب مع الأجواء الإفريقية، وإن شاء الله يعطينا إضافة. للأسف ما عندناش حنا حارس في المستوى. جربنا قندوز، جربنا مندرية، جربنا غيرهم، ما غطوش الشمس بالغربال خاطي. ان شاء الله في لوكا زيدان يعطينا الاضافه، ولما لا الاعتماد عليه. نرجعوا لمركز الظهير الايمن. مركز الظهير الايمن احسن حاجه كان بها بيتكوفيتش هو استدعاء كل من بلغالي ودورفال، لاعبان ممتازان يشوطان في الدوري الايطالي الدرجه الاولى، يقدموا مباريات ممتازه حتى ضد الفرق العملاقه في ايطاليا. رأيي أنا ياخذ كل واحد فرصته، دورفال وبلغالي كل واحد ياخذ فرصته، واللي يقدم أفضل يلعب في ظل غياب عطال المصاب. نعم، عطال خاوتي نحتاجو، عنده مستوى ثابت، ولكن ما نكذبوش على بعضنا. عطال كثير الإصابات، بدا يتقدم شوية في السن. مليح يكون عندك خيارات في نفس المنصب. نرجعوا لوسط، مركز الدفاع. مركز الدفاع
كالعادة راح يعتمد على مندي يقدم مباراة كبيرة ضد بي اس جي. مندي الخبرة، مندي القوة، ولو أنه تراجع قليلا مستواه. أبتي ما راحش عم فهمكم. مندي في ليل، تشكيلة في ليل ليس تشكيلة المنتخب. ليل فريق محترم، فريق يقدم مباريات قوية في الدوري الفرنسي أو في دوري الأبطال. شاهدناهم فريق قوي. لعبوا فيه بن طالب ومن لاعبين ممتازين. كما قلت لكم، في المنتخب حاجة خلاف. المنتخب عندك نقائص، عندك مهاجمين ثقال، عندك وسط ميدان ما راحش يكون بالادوار الكامله. راح تكون المأمورية صعيبة على مركز الدفاع. هذا كل يرجع على مركز الدفاع، ويرجع يبان أن مركز الدفاع ثقيل. لذلك نتمنى من مندي يكون في المستوى. كاين خيارات الآن. نعم، معه بن سبعيني مكانته لا غبار عليها، ممتاز، ولو أني أفضله في كظهير أيسر، ولكن ما عندناش مركز دفاع. راح نلعبوا بن سبعيني في مركز الدفاع مع مندي. ولما لا، لما لا إعطاء فرصة لشركي نشوفوه. ممكن يعطوه نص ساعة، ممكن المباراة القادمة يلعبوا أساسي شركي، لما لا. نحتاجوا اللاعبين، نحتاجوا خصوصا في هذا المركز. عانينا جدا في هذا المركز. نرجعوا للظهير الأيسر. حجام لاعب ممتاز. في ظل غياب أيس نوري، حجام راح يكون هو القطعة الأساسية في المنتخب في هذا المركز. حجام ممتاز جدا. حتى حجام في الأدوار الدفاعية أحسن بكثير من أيت نوري. وحتى في المنتخب، حتى في الأدوار الهجومية في إفريقيا، حجام أظهر قوة وصلابة ويقدم عمل ممتاز. نحتاجوه بزاف حجام. نرجعوا لوسط الميدان. كما سبق وقلنا، بن طالب راه في الطوب. بن طالب راه رغم تقدم السن إلا أنه لاعب ثابت، لاعب خبرة، لاعب قوي، لاعب ممتاز، ما يضيعش الكرات، يخدم مع صحابه، لاعب ممتاز. نعم، في ظل غياب بن نصر نتمنى له يولي المستوى. بن نصر نحتاجوه كثيرا. إن شاء الله يرجع لنا بن نصر. نرجعوا لبوداوي. بوداوي مكانته لا غبار عليها. بوداوي راه في المستوى مع نيس أو مع المنتخب، راه ما شاء الله عليه. هكذا راح نلعبوا بزوج وسط ميدان دفاعي. نرجعوا لأكبر مشكلة في المنتخب، واللي هي صانع الألعاب، وسط الميدان الهجومي. منذ رحيل فيغولي المنتخب راه يعاني على هذا المستوى. مستوى هذا المركز يعني إن شاء الله، إن شاء الله تعطى فرصة لمازا، فرصة كاملة. مازا إن شاء الله نشوفوه اليوم، إن شاء الله نشوفوه مباراة مقبلة. مازا لازم يلعب، لأنه يستحق هذه الفرصة. أنك تلعب أنت في الدوري الألماني درجة أولى، وتلعب تلعب أساسي وتقدم مستويات رائعة. نعم يستحق مكانه. نعم هو صغير في السن، لكنه يستحق مكانه. ما خوتي، ما عندناش صانع ألعاب، ما عندناش رقم 10 في المنتخب. نعطيو الفرصة لمازا. ولو أنه تمنيت أنا بين قوسين، تمنيت يجي إبراهيمي كما يقولوا أحسن الموجودين. نعم إبراهيمي كبار شوية، ولكنه أحسن الموجودين حاليا. لا علينا. المنتخب المدرب بيتكوفيتش كان عنده رأي، احترموا رأيه. في الأخير هو اللي راح يتحمل المسؤولية. لا علينا. نرجعوا للهجوم. الهجوم عندنا جهة يمنى في الهجوم مشتعلة خالص. كاين بوعناني وكاين حاج موسى ممتازان جدا. مؤخرا كاين قبال ايضا. ثلاث لاعبين في المستوى. نعم محرز راه يلعب في ذاك المركز. بيتكوفيتش دائما ما يعطي ثقته لمحرز. لاعب خبرة، لاعب ممتاز، ولكن خاوتي محرز ما نكذبوش على بعضنا. محرز ماشي محرز تاع 2019 وماشي محرز تاع 2020. شخصيا أفضل محرز تركه كاحتياطي، تعطيه نص ساعة 20 دقيقة الأخيرة
مباراة اليوم تحتاج لاعب صغير، لاعب شاب، لاعب سريع مهاري، تحتاج لاعب توغلات. حاليا نفضل إعطاء الفرصة لحاج موسى لأنه انتظرها كثيرا. حاج موسى صبر صبر وصبر وصبر وصبر. إن شاء الله يعطيه المدرب اليوم فرصة في مركز جناح الأيمن. على الجهة اليسرى، الجهة اليسرى أتمنى إشراك بلايلي. بلايلي لاعب ممتاز مؤخرا، قوة بدنية ممتاز جدا، ممتاز، إنسان باين بلي إنسان راه خدام، راه يقدم مستويات جيدة، فورمة بدنية جيدة. لاعب مركز على بال واش راه يدير في الملعب. شفناه مع الترجي راه يقدم مستويات طيبة. لاعب ما شاء الله منضبط مؤخرا، ما نكذبوش على بعضنا خاوتي، ويحب المنتخب وماذا به يقدم إضافة للمنتخب. ولما لا إشراكه كأساسي. راح يفيدنا بإذن الله. بلايلي يصنع الأهداف، يسجل الأهداف، أكاديمية يمنى قوية، مراوغات، توغلات، لاعب جد جد ممتاز، يجيب لك مخالفات، لاعب جد ممتاز بلايلي. إن شاء الله نشوفه أساسي. وف رأس حربة، شخصيا أفضل عمورة، ولو أنه عمورة أفضل الحاضرين. نعم كاين غويري، كاين بونجاح خاوتي ذكر شوية خاوتي، بونجاح ماشي كما تاع العادة. ماذا بي أنا شخصيا أفضل يلعب عمورة. عمورة على الأكل لاعب مهاري، لاعب سريع في التوغلات، تلقلو البالون ويجيبها يماركي لك هدف. حتى في الرأسيات شاهدناه في الرأسيات ما شاء الله، لاعب يرتقي، يضرب بالدماغ يماركي. هذا واش عندي خاطي. وإن شاء الله اليوم نفوزوا على الصومال، ولما لا التأهل للمونديال. كاين ناس راها تستخف بالمنافس، والشي اللي ما على بالهمش باللي مباريات كيما هادي، كيفاش نقولوها، مباريات كيما هادي تطلب تركيز خاطي. انت عندك ضغط جماهيري، نعم نشوفوها باللي ضغط ايجابي هذا، ولكن الامر الصعب انك ما تسجلش في بدايه المباراه، ينتهي الشوط ما تسجلش، راح يولي ضغط سلبي. فهمتي، راح نوليو نرجعو للوقت، خصوصا وان كنت المنافس لا ما راحش نقول لك انا الصومال راهي منتخب قوي ولا، ولكن راينا امثله كثيره في عالم كره القدم. التركيز والتركيز والتركيز، وعدم الاستهتار بالخصم. التركيز خاوتي والقوه. وان شاء الله الصعود الى المونديال، نتمنى نشوفوا المنتخب الوطني يعود للمونديال، وان شاء الله نقدموا حاجه مليحه. وبارك الله فيكم. سلام.